بصوا انا هشرح لكم النهارده ازاي توصل للمركز، خصوصا في الفتره الجايه هيحصل مشاكل كتير هتخلي الناس تضطر يعني تروح المركز دوت يعني بسبب موضوع نقص قطع الغيار وكده. في شح جامد في قطع الغيار في الفتره اللي جايه بسبب مشاكل الشحن وغيرها يعني. ما علينا، انا دلوقتي جاي من ناحيه الشروق ومدينتي وعلى طريق السويس وداخل بعدي من تحت الدائري فوقيه كده الدائري، تمام، وانا في اتجاهي لمدينه نصر. بيقابلنا دلوقتي بنزينة شيل اوت على اليمين، بنكمل عادي وانا دلوقتي في المسار البطيء، وتخليك محافظ على المسار البطيء ده بقدر المستطاع، ما تبقاش في السريع. تبدأ بعد كده هتلاقي المطار، سور المطار على يمينك، وفي بوابة بتاعة المطار. ساعات الناس بتتلخبط وبتخش من الطريق دوت بتاع المطار، لا هو المفروض ان انت بتعدي الطريق ده وبتبدأ تكمل شوية قدام. انا عارف ان انا بشرح وانا سايق وانا ضد الموضوع ده، بس هو للاسف الظروف ده كده يعني. عموما هنكمل زي ما احنا في البطيء، مش هنحاول نخرج من البطيء، وهنمشي مع السور. هو خلاص المطار خلص، وهيبدأ يقابلنا هنا الهيئة العربية للتصنيع. بعد على طول الهيئة او جوه الهيئة هو المركز موجود جواه، ده توكيل جيب، هو المركز المناسب لتوكيل جيب. بس هتخلي بالك انت هتضطر تخش البطيء اللي هنا عشان الناس بتتوه في الحته دي. خلي بالك من البلاعه دي، تمام، لان الناس برضو بتاكلها بسبب الجي بي اس. الجيب عدت اهي خلاص، ده كده المفروض اللي هو جاي عكس، تمام، مالناش دعوه بيه. في 3 اقماع اهم هو ده المركز في وشنا على طول. تخش هنا بقى ايه الاستقبال، تمام، ام جي كورنر اهي، تمام، وبكده تبقى وصلت ام جي كورنر. شكرا لكم جميعا.